السلام عليكم، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهارده هنشرح الحلقة التالتة من سلسلة الأريزمية في حكاية، ولو أنت أول مرة تشوف الحلقة دي فأنصحك تشوف باقي السلسلة اللي هتخلي لك الECG سهل جدًا. زي ما شرحنا في الحلقات اللي قبل كده إن كل موجة كهربية بيجي وراها نبضة أو انقباضة قوية للدم علشان توصله لجميع أجزاء الجسم، وأنا جاي في حلقة النهاردة أشرح لك ديسريزميا أو نوع من أنواع عدم انتظام ضربات القلب بيبقى فيه موجة كهربية مش وراها نبضة، واسم الديسريزميا اللي هنشرحها في حلقة النهاردة هي البالسلس إلكتريكال أكتيفيتي أو اختصارها كلمة بيا. عايزك تتخيل معايا إن القلب ده عامل زي الموتور اللي بيوصل الدم لجميع أجزاء الجسم، وعلشان الموتور ده يشتغل محتاج حاجتين مهمين، أول حاجة وهي الكهرباء علشان يبدأ الحركة، وتاني حاجة هي القوة علشان يضخ الدم للجسم. في البيئة بقى المشكلة مش مشكلة الكهرباء اللي بتشغل الموتور ده لسه موجودة، وده اللي هنشوفه على جهاز رسم القلب أو على المونيتور في شكل موجة كهربية لرسم القلب شبه طبيعية، لكن المشكلة الكبيرة هنا هي القوة أو الفعل الناتج عن الكهرباء دي. تخيل معايا إن الموتور ده وصل له كهرباء لكن في حاجة منعاه إنه يدور ويشتغل عشان يوصل الدم للجسم، نفس فكرة إن يكون معاك لمبة وصل لها كهرباء لكن في نفس الوقت ما بتنورش، فأنت كده ما استفدتش أي حاجة. يعني عضلة القلب هنا مش بتنقبض رغم وجود نشاط كهربي، يعني في إشارة كهربية بين الخلايا العصبية لكن الخلايا العضلية اللي موجودة في عضلة القلب مش بتنقبض، وطبعا دي مصيبة كبيرة علشان انقباض عضلة القلب ده هو اللي هيوصل لك الدم اللي فيه الأكسجين والغذاء لكل خلايا الجسم، وطبعا هنا مفيش ضخ للدم فالأكسجين والغذاء اللي بيوصلوا للأعضاء أو الخلايا بيكون قليل جدا، فبالتالي هيحصل لهم ضرر شديد لأن يعتبر الغذاء والأكسجين دول هم البنزين بتاع الخلايا، ومن غيرهم الخلايا مش هتعرف تشتغل. يعني ببساطة شديدة إن الكهرباء بتاعة القلب شغالة، هتلاقي على جهاز رسم القلب او على المونيتور نشاط كهربي شبه طبيعي، لكن لما تيجي تحس النبض للعيان ده مش هتلاقي فيه نبض. واهم حاجه في العلاج هنا انك تشتغل CPR. السي بي ار او الانعاش القلبي الرئوي مهم جدا في الحالات دي لان يعتبر القلب واقف، فاحنا هنعمل CPR علشان نوصل الدم اللي فيه اكسجين لجميع خلايا الجسم خاصه خلايا المخ. هنبدا نديله ادويه تحفز عضله القلب انها تنقبض زي الادرينالين اللي هو الابنفرين، وطبعا نحافظ على ممر الهواء مفتوح عن طريق ان احنا هنركب له انبوبه حنجريه اللي هي الETT. البلسس الكتريكال اكتيفيتي من الديسريزميا المهمه جدا اللي لازم تكون عارف شكلها كويس وازاي تعرف تتعامل معاها اول ما تشوفها، وكل ما تشتغل بشكل اسرع على العيان وان قلبه يرجع يشتغل تاني هيكون الضرر اللي حصل للخلايا اقل، خاصه خلايا المخ اللي هتتاثر بشكل كبير جدا في الفتره اللي هيكون فيها القلب ده مش شغال، طبعا علشان عضله القلب هتكون واقفه ومش بتوصل الدم اللي فيه الاكسجين والغذاء اللي يعتبر بنزين الخلايا بتاعه المخ. وفي اخر حلقه اتمنى تكون الزيتونه دي بسيطه وان انت فهمتها وما تنساهاش ابدا، وان انا كمان ما اكونش رخم وطولت عليك. اشوفك الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.